من 5 سنين تقريبا ربنا رزقني بتوأم من الأولاد، وكان وقتها كل ما حد يجي يزورني ويبارك لي عليهم يقولي شغلي سورة البقرة على طول في البيت علشان الحسد، بما إنك جبتي ولدين في بطن واحدة. دايما وطول عمري بسأل نفسي ليه معظم العرب بيفضلوا وبيفرحوا جدا بخلفة الصبيان دونا عن البنات، مع ان بعد العمر الطويل ده ولما ببص حواليا من تجارب اللي حواليا ومن تجربتي الشخصية بشوف ان دايما البنت هي اللي بتشيل امها وابوها لما بيكبروا في السن، وبالذات في وقت مرضهم، وبتبقى اكتر واحدة حنينة عليهم بما ان ربنا خلقها انسانة عاطفية اكتر من الولد. بصوا حواليكوا كده هتلاقوا في كل أسرة اللي بيكلم مامته كل يوم هي البنت، اللي بتتصل بيها وهي تعبانة كل 5 دقايق تقريبا هي البنت، اللي بتيجي جري لما تعرف إن مامتها أو باباها تعبانين تعمل لهم شوربة الخضار اللي ترم عظمهم هي البنت، اللي بتجري تنظف لمامتها الشقة قبل العيد أو قبل أي مناسبة وتقف جنبها في أي عزومة هي البنت، اللي لما ربنا بيقدرها وبيكون ليها دخلها الخاص وبتحب تساعد دايما أمها وأبوها هي البنت، اللي لما بتيجي تتجوز وزوجها بيكون لسه ما جابش الشقة اللي هيتجوزوا فيها بتختار إنها تكون قريبة من مامتها إن ما كانتش في نفس العمارة هي البنت. سمعت مرة مقولة لواحد كان بيقول إن البنت زي الذهب استثمار طويل الأمد، لما بتكبر وبتتجوز هي في الحقيقة بتجيب لك ابن مع أولادك. والله أنا أبدا مش بقلل من دور الأولاد مع أهلهم، لكن الحقيقة إن الولد لما بيتجوز هو بيتاخد، وده تقريبا في 90% من التجارب في مجتمعاتنا العربية، إنه دايما بيميل لأهل زوجته وبيكون دايما معاهم بحكم إن زوجته بتكون محتاجة لأهلها أو محتاجة لأمها أو بتحب أمها فبتحب إن هي تكون دايما معاها. غير كده بيكون صعب على أي ولد إنه يحمل زوجته فوق طاقتها ويلزمها إنها تخدم أمه المريضة أو توفي طلباتها. الوحيدة اللي هترعى أبوها وأمها في الكبر وفي مرضهم هي البنت بدون أي من وبدون ما تنتظر أي مقابل من أبوها وأمها، بالعكس ده هتكون بتعمل كده بكل الحب، وهتلاقيها دايما بتحاول تنظم وقتها لو كانت متجوزة وعندها أطفال وبتشتغل علشان تقدر تقوم بالدور ده. كم مرة سمعنا اتصالات في إذاعة القرآن الكريم من بنات بيتصلوا بيقولوا إن إخواتهم الأولاد مش بيسألوا على أبوهم وأمهم، وإن هم اللي على طول شايلين أهم الأب والأم، والأولاد مع زوجاتهم ومع أسرهم وسايبين الحمل كله على البنات. البنات زي ما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال لنا هن المؤنسات الغاليات. أقدر جدا إن كل أب وكل أم بيشيل هم وبيكون خايف على البنت اللي خلفها إن هي في المستقبل ما تتجوز أو إن هي تتجوز زوج يظلمها أو ما تتوفقش في حياتها الأسرية، لكن كل دي أرزاق زي ما بيحصل للولد حاجات ومشاكل في حياته الأسرية بيحصل كمان للبنت. ادعوا لهم دايما من قلوبكم وافرحوا ببناتكم، وبجد هن المؤنسات الغاليات. قال صلى الله عليه وسلم من عال 2 أو 3 أو أختين أو 3 حتى يبن أو يموت عنهن كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وأشار بإصبعيه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.